الاخوان اولا مبروك علينا كاملين هذا التاهل المستحق ب7 ديال النقاط. الدراري ديال المنتخب داروا اللي عليهم، ولكن دابا دخلنا للمعقول. هولندا ربحت تونس ب3-1 ومباشره مورا الماتش. مدرب هولندا رونالد كومان خرج بتصريحات كيتوعد فيها المنتخب المغربي. نعم نحن جاهزون لذلك، نعرف منتخب المغرب جيدا، فريق قوي للغايه، فرديات كثيره جدا، ولكن هولندا ايضا منتخب قوي للغايه، ونحن متطلعون لتلك المباراه وستكون مثيره للاهتمام. وعلاش هذا الماتش اللي غيتلعب في واحد التوقيت قاصح بزاف غادي يكون هو الامتحان الحقيقي لينا. في هذا الفيديو غادي نجاوبوا على كاع هاد الاسئله ونفهموا كيفاش خرجت تونس باش ما نطيحوش في نفس الغلط. الا رجعنا للماتش غادي نلقاو باللي المشكل الكبير اللي طيح الاشقاء التوانسه هو قله التركيز في البدايه. تونس خلات مساحات كبار في ظهر المدافعين، وهذا الشيء هو اللي استغلوه الهولنديين باش يماركيو 2 بيوت اول 7 دقائق. ملي كتقبل اللعب بهذه الطريقه الريتم ديالك كيطيح وكتولي تلعب بعشوائيه، وزيد عليها القرارات الاداريه اللي شتتت التركيز ديال الدراري قبل البطوله. هذا الشيء كامل درس مهم للمدرب ديالنا محمد وهبي، حيت في هذه الادوار الاقصائيه اي غلطه في التمركز او سوء التغطيه كتصعب عليك الماتش، حيت ما كيبقاش عندك الوقت فين تعوض وترجع في النتيجه. كومان في الندوه الصحفيه هضرته كانت واضحه وبين باللي موجد لينا مزيان وباغي يدخل يضغط من الدقيقه الاولى. هو عارف الفرضيات اللي عندنا، ولكن الورقه اللي باغي يضرب بها الدفاع ديالنا سميتها بروبي. وماذا كانت رساله المدرب رونالد كومان لك قبل هذه المباراه؟ قال لك نحتاج القمه، قالها لك تحديدا؟ قال لنا جميعا باننا يجب ان نفوز بهذه المباراه. هذا المهاجم كيلعب دور المحطه بامتياز، والبنيه الجسمانيه ديالو قويه بزاف، وكيعرف كيفاش يجر معاه المدافعين باش يخوي المساحه لصحابو اللي جايين من اللور. لكن باش نوقفوا هذه الخطوره محتاجين تقارب كبير بين الخطوط وتغطيه مزيانه من الاظهره، وهنا فين غنحتاجوا نصير مزراوي يكون في كامل الجاهزيه ديالو باش يعاون في سد هذه المنافذ. وفي الاخير هذا الماتش الكبير غيتلعب رسميا نهار 3 مع 2 الليل بتوقيت المغرب، توقيت قاصح شويه ولكن الماتش يستاهل. دابا بغيت نسمع رايكم في التعاليق، واش غتقدروا تصاروا باش تساندوا الاسود في هذا الوقت المتاخر؟ وكيفاش كيبان لكم دفاعنا قدام هذا المهاجم بروبي اللي كيتوعدنا به كومان؟ واش قادرين نوقفوه؟ خليوا لي الاراء ديالكم وما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه باش نبقاو ديما قراب. تبارك الله عليكم وديما مغرب.